عدينا نص الشهر ومفلسين وزهقانين من الوقفة والفرهدة. طيب تعالي بقى اكلك اكلة مطاعم بتدفع فيها شيء وشويات عشان تروحي تاكليها بره. انا بقى خليكي تعمليها في البيت بنص صدر فرخة واحد بس، وحبة المكرونة السباكيتي الصغننين دول هيعملوا لك احلى طاجن نجريسكو ياكل فردين او ثلاثة كمان. تعالوا بقى بينا مع بعض كده نسمي الله ونشوف الطريقة. حطيت الحله بتاعتي كده على النار وفيها ميه واسيبها لغايه ما تغلي. هنزل كده برشه حلوه كده من الملح ومعلقه زيت علشان نسلق مع بعض المكرونه. دي مكرونه اسباجيتي طبعا، الافضل مكرونه اسباجيتي، ينفع مكرونه بينا، ينفع الفيتوتشيني اللي هي الشرايط، اي نوع مكرونه ينفع مفيش مشكله. عايزه اقول لكم دول حبه مكرونه صغيرين قوي علشان انا هعمل طاجن صغير، انما بقى لو هتعملي صينيه كبيره او طاجن كبير فطبعا هتزودي كل حاجه. نزلت بالمكرونه بتاعتي كده في الميه المغليه وحبيت ان انا ما اكسرهاش اسيبها زي ما هي كده بطولها. هسيبها بقى تتسلق دلوقتي 3 ارباع سوا، مش عايزاها تتسلق سوا كامل علشان ما تعجنش مني، لان طبعا النجريسكو بنحط له بشاميل خفيف فممكن تعجن مني. 3 ارباع سوا بس، وبعد كده هطلعها من الميه وهشطفها وهسيبها كده على جنب. في طاسه تانية كده على النار حطيت فيها كده معلقه سمنه وسخنتها كويس جدا، ونزلت بنص صدر الفرخه اللي كان موجود معانا. انا كنت متبلاها وحطاها عندي في الفريزر، تبلتها بتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وكاري وملح، وقطعتها كده مكعبات صغيره او شرايح بالطول زي الشاورما، وهفضل اشوح فيها بالشكل ده لغايه ما تستوي معايا نص سوا. في الوقت ده بقى هنزل عليها بفلفل الوان احمر واخضر واصفر. طبعا الفلفل قيمه غذائيه عاليه جدا وكمان هيزود لك كميه. لو عندك بقى مشروم هتحطي، طبعا بيديكي برضو قيمة غذائية عالية جدا، انما احنا بنعمل حاجة على قد الايد وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا وزي ما بناكلها بره. هنشوح بقى الفلفل بتاعنا شوية كده، انا عايزاه يدبل شوية، مش عايزاه كده بيقرش جامد، عايزاه يكون مستوي ومش مستوي قوي برضو. تمام بالشكل ده، طبعا ده كله على نار عالية علشان الفراخ بتاعتي ما تنزلش السوائل اللي موجودة فيها. بعد كده ما خلاص الفراخ بتاعتي استوت تماما وكمان الفلفل دبل شويه كده، خلاص بطفي النار عليها وبضيف لها اخر حاجه موجوده معايا وهي الزيتون. بيديلها تيست عالي جدا جدا، زيتون بقى اسود او اخضر الموجود عندك، بس اهم حاجه بنضيف الزيتون في الاخر خالص بعد ما بنطفي عليها النار علشان ما نمررش الاكله. انا عن نفسي مش بحب اضيف طماطم خالص في الوصفه دي، بحسها كده بتقلب معايا مكرونه بالصلصه، فانا بكتفي بفلفل الالوان او الفلفل الاخضر الكوبي والزيتون وشكرا على كده. حتى كمان البصل الفريش مش بضيفه، بضيفه بصل بودر بس كده في التتبيله بتاعت الفراخ. اخر حاجه بقى بنحضرها في الوصفه بتاعتي وهي البشاميل. عندي بقى هنا في الحله حطيت معلقتين كبار من السمنه ومعلقه كبيره من الزيت، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من الدقيق. انا هنا عامله بشاميل قليل لان انا عامله طاجن صغير، زي ما اتفقنا لو انت بقى عامله كميه اكبر هتزودي كل حاجه. نزلت بقى معلقتين الدقيق الكبار زي ما اتفقنا، يبقى معلقتين دقيق كبار عليهم معلقتين سمنه ومعلقه كبيره من الزيت، ونبدا بقى نقلب الدقيق كويس جدا ونحمره او نحمصه كويس قوي في السمنه والزيت. لازم الدقيق يكون مرتاح كده واحنا بنقلبه، ما يبقاش مكلكع، لازم يبقى كميه الماده الدهنيه حلوه كده ومرتاحه. بعد ما الدقيق بتاعي كده اتحمص تحميصه كده حلوه وريحته طلعت، خدي بالك من غير ما لونه يتغير خالص، هنزل عليه بكوبايتين وربع من اللبن. اللبن بتاعنا ساقع من التلاجة. وهضيف كمان عليه نص معلقه من الملح ونص معلقه كده من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من المرقه او مكعب مرقه. بنقلبه كويس جدا بالشكل ده. لو انت بقى عندك معلقه قشطه حلوه كده ضيفيها، لو مش عندك قشطه ضيفي بقى التكه دي بتديكي طعم حلو جدا جدا، وهي معلقه اللبن البودره بتغنيكي خالص عن معلقه القشطه والجبنه الكريمي. عندي باينه في التلاجة جبنه تركي وجبنه رومي كانوا موجودين عندي، لو مش عندك مفيش مشكله خالص، انا حطيتهم علشان هما كانوا موجودين عندي. كام حته كده جبنه تركي او جبنه رومي قطعتهم وحطيتهم في البشاميل علشان بقى تسيح معايا وتديني طعم حلو، وكمان برضو يعني معلقتين كده من الجبنه الموتزاريلا. هنفضل بقى نقلب فيه كويس جدا لغايه ما الجبنه معايا تسيح وياخد معايا غلوه. زي ما انتم شايفين البشاميل بتاعنا خفيف، بيكون اخف من البشاميل العادي. تمام، طبعا نجرسكو بتبقى عايزه بشاميل خفيف زي ما انتم شفتوا كده. طبعا زي ما انتم عارفين البشاميل المظبوط لكل كوبايه لبن معلقه دقيق واحده بس، انما انا النهارده معلقتين الدقيق دول ضفت لهم كوبايتين وربع من اللبن علشان يكون خفيف زي ما اتفقنا. خلاص بقى كده جهزنا كل حاجة، نيجي بقى نركب مع بعض الطاجن. جبت بقى الفراخ بتاعتي ضفت عليها المكرونة وقلبتهم كده مع بعض. طبعا انا حاطة فيها كل حاجة، فهديلها بس كده رشة من الملح وكمان رشة من الشطة علشان تبقى كده سبايسي كده وحاجة كده لذيذة. لو مش عايزة شطة مفيش مشكلة براحتك خالص، ونقلبهم كده كويس جدا مع بعض. ننزل بعد كده عليهم بنص كمية البشاميل الموجودة معانا،
ونقلب بقى كويس جدا المكرونه والبشاميل والفراخ وكل حاجه مع بعضها، نمكسهم كده كويس جدا. طبعا دي طريقه النجريسكو، لازم كله يتقلب مع بعضه قبل ما نحطها في الطاجن او الصينيه. هجيب بقى الطاجن بتاعي او الصينيه ايا كان بقى، دهنتها بمعلقه كده حلوه من السمنه، ونبدا بقى ننزل فيها الخليط بتاعنا كله، المكرونه بقى والفراخ وكل حاجه مع بعضها بالشكل ده. طبعا تقدري تعمليها في حاجه اكبر، صينيه بقى اكبر او الطاجن اكبر زي ما انت عايزه. حط بقى عليه كده رشه من الجبنه الموتزاريلا، بحب احط الجبنه الموتزاريلا على المكرونه على طول عشان استفاد بيها، انما على الوش كده بحسها بتتحرق ومش بتديني المطه خالص. هتحطي طبعا الكميه اللي انت عايزاها، ولو مش عندك جبنه موتزاريلا يبقى بلاها خالص، مفيش مشكله خالص. عندي برضو كده حته جبنه تركي قطعتها كده علشان تديني برضو طعم. اي حاجه حطيها، الموجود عندك حطيه، انا بحط علشان ده موجود عندي، لو مش موجود مش بحطه، مفيش مشكله، بيطلع طعمها برضو حلو كل حاجه. هنزل بعد كده عليها بطبقه البشاميل الموجوده معايا، وبغطي وشه كويس جدا، ورشه بسيطه خالص كده من الموتزاريلا على الوش علشان تحمر، انما الموتزاريلا على الوش كده كلها هتتحرق معاكي ومش هتديكي مط خالص. هجرنش بقى الوش بحلقات الزيتون وفلفل الالوان، وهدخله الفرن، مش هياخد وقت كتير لان كل حاجه مستويه معايا، يدوب نص ساعه بكتير جدا جدا، وهفتح لها الشوايه عشان تكون معايا بالشكل الجميل ده. عايزه اقول لكم والله العظيم بجد ريحته حلوه جدا جدا، وحاجه كده في منتهى الجمال. طبعا لازم يتقدم وهو سخن كده علشان تاكليه كده وتستمتعي بمطه الجبنه وطعم كل حاجه كده، وهي يعني ميكس خطير جدا جدا. شايفين بقى قد ايه الطاجن بتاعنا تحفه، ياكل 2 أو 3 مرتاحين. طبعا زودنا الكميه بالخضار، حاولنا بقى نعمله على قد ايدينا، طبعا مفيش حاجه دلوقتي اقتصاديه، كله بقى مكلف، بس طبعا هيكون ارخص بكتير لو طلعت اكلته بره في اي مطعم. جربوه حبايبي، وانا واثقه انه هيعجبكم جدا جدا. ما تنسوش بقى لايك الفيديو، اشوفكم على خير، سلام.